السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جبت لكم اليوم بسطيلات صغار أو بريوات بحشوة الدجاج بطريقتي الخاصة، وهاد الديكور الجميل اللي خديته من عند العبقري ديالنا سي افشكو. هاد الحشوة ولكن الحشوة هي طريقتي بعض التغييرات باش ما كيقهموش وكيجيو خفاف ولذاذ، وممكن تعملوهم بشكل عائلي وممكن تعملوهم سطلات صغار او بريوات. نبداو على بركه الله بالطريقه. في طنجره كنعمل كميه تقريبا كيلو ديال البصل مقطع مربعات كبيره الحجم، وتقريبا دجاجه وحده من غير الصدور، من غير الظهر اللي كنخليه انا للشربات، يعني فقط الاعضاء اللي فيهم اللحم، والقزبره والملح، فلفل اسود، زنجبيل بودره، كركم. كنوضع جميع العناصر مع بعضها في وقت واحد، وكنضيف كذلك رأس الحانوت اللي هو بالنسبة لي أنا في البريوات ديال الدجاج مهم جدا، كيعطي نكهة خاصة. كذلك الثوم المفروم. وطبعا السمن اللي هو انا عندي ما نقدرش نستغنى عليه في هذا الطبق هذا. كنخليو كل شيء حتى كينضج لينا الدجاج. في هذه الاثناء هذه كناخذ مقلاة وكنوضع فيها اللوز اللي فقط مسحته من الغبار، وكنخليه بدون زيت، كنحمرو حتى كيتحمص وكيبدا يطرطق، ونخليه على جنب حتى كيبرد. من بعد ما طاب لينا الدجاج وطهى كناخذ فقط القطع ديال الدجاج، كنوضعهم في مصفات اللي غادي تصفي ليا الماء الزائد، وكنخلي الصلصه تتشرب حتى كي يتبخر الماء، وكنضيف من 8 الى 12 بيضه على حسب حجم البيض. انا ضفت هنايا 10 البيضات، وكان مع التحريك. وهنا انا ما كيعجبنيش البريوات او البسطيله حلوه بزاف، فضفت فقط ملعقتين من السكر وخليتهم حتى طاب البيض. من بعد كنوضعوه في الشبك هكا والشبكه باش يتصفى ليا من الماء الزائد. في هذه الاثناء هذه من بعد ما برد ليا اللوز كنوضعه في الخلاط اللي غادي نطحنه على شكل بودره. وضعت 3 ملاعق سكر بودره، قليل من القرفه وقليل من المستكه. في هذه الاثناء هذه اللوز عندي صباح بودره. الدجاج حيت منه العظام وفتته قطع صغيره، وهذه الحشوه ديال البيض صفات من الماء. كناخذ ورقه ديال الفيلو، وخديت انا قالب اللي غادي يعطيني احجام متساويه، وبهذا الشكل هكا ممكن تختاروا اي حجم اللي بغيتو نتوما. ووضعت هذه الورقه هذه، وطبعا الحشوه ديال اللي كيختلف هنايا ان اللوز انا ما كنديروش ميدم، ما كنضيفش الزبده، كنضيف فقط، كنخليه هكا ناشف. صراحه كيعجبني، هذه هي طريقتي انايا. وكنوضع بالتدريج او بالترتيب طبقه من اللوز البودره، وطبقه من اللحم، وطبقه من حشوه البيض، وكنستمر هكا. طبعا ورقه الفيلو كتحتاج للزبده الدائبه، كان مره كندهنوا بها الورقه، وكنجمعهم، كنجمع الجوانب وكنضغط مزيان. ومن بعد كنقلبها، كنحيدها من القالب فاش كتعطيني الشكل جميل ومتساوي، نفس الحجم ونفس المقياس. وكنوضعهم في لاطه اللي مفرشه اللي كتدخل للفرن بهذا الشكل هكا. من بعد ندوزو للتزيين على طريقه افشكو. خديت ورقه العجينه المورقه، ومن بعد ما رشيت بالدقيق، وهاد القطعه هذه اللي كتعطينا بحال الشبكه، بحال الشرائط بهذا الشكل هكا. وكنحاولوا نتاكدوا لان خصنا نضغطوا مزيان وحنا كنقطعوا عجينه مورقه، والا اننا كنساعدوا بالسكين وكنفتحوا هذاك الثقوب باش كيعطينا مثل الشبك، وكنغلف بها البسطيلات الصغار ديالنا. بعد ما كنحيدوا الزوائد، وكنخشيو الزائد في تحت البسطيله بحال كنلمطوا، وكنعطينا هذا الشكل هكا.
نصيحة للأخوات اللي هما عاملات أن دائما تكون عندك الحشوة ديال الدجاج والحشوة ديال البيض دائما عندك في المجمد. في حالة ما إذا عندك زيارة مفاجئة فقط أنك كتجبديها وكتحتاجين فقط لحشوة اللوز لإضافة. سما صراحة كتسهل عليك. من بعد ما سالينا كندهنوا الوجه ديال هاد البسطيلات هادو بالبيض، وكندخلهم الفران سخون على 200 درجه حتى كياخذوا اللون الذهبي. بالنسبه للبريوات انا صراحه كنخلط هاد العناصر هذا، ضروري يكون عندي اللوز في الحشوه، كنخلطهم كاملين يعني الثلاث الحشوات مع بعض كنخلطهم. كيف ما قلت ان اللوز هكا كيكون خفيف ما فيش كميه من الدهون، فكيعطي لذه جميله وما كيكهمش، ما كيعطيش داك الاحساس بالقهمه. كنخلط مزيان العناصر كاملين حتى كنحصل هذا المزيج هذا المتجانس. من بعد كناخذ الورقه اللي قطعتها الحجم كيبقى ليك اختي انت اللي تحكمي في الحجم ديال البريوه، كاين اللي كيعجبوه صغار كاين اللي كيعجبوه الحجم كبير. وكنوضع الحشوه اللي معروف كيفاش كنعملوا البريوات بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. نصفوهم في لاطه مفرشه، من الاحسن تكون مفرشه، وكندخلوهم الفران. انا ما كنقليهمش، كندخلهم للفران من بعد ما كندهن كل البريوات كاملين بالزبده. فعجينه الفيلو كتحتاج لكميه من الزبده، فلذلك انا كنرتئي ان تكون يعني اكثر ما يمكن اننا نقصوا من الدهون. فكنقصوا من الحشوه ديال اللوز واللي كنخليه، لان لابد ما نستعملوا الزبده الدائبه. وكندخلهم الفران حتى كياخذوا اللون الذهبي، طبعا على درجه حراره 200، لان الحشوه اللي داخل هي طيبه فقط يعني ياخذوا اللون الذهبي. وهالبسطيلات صغار الحجم ديالهم ممكن ترشوهم بالسكر البودره، ممكن بلاش، انا كنفضل بلاش، لان كان في شهر رمضان كنحتاجوا لصحتنا يكون معدل السكر ما يكونش طالع. نحاولوا ما امكن نقصوا السكريات. والبريوات كما كتشوفوا الشكل ديالهم جميل جدا. اتمنى انكم تجربوا الحشوه الخاصه ديالي. احبكم في الله، في امان الله.